طبعا يا جماعة الإسماعيلي هبط، وده يعتبر كان النادي التالت بعد الأهلي والزمالك. والفكرة بقى إن أصلا آخر 20 سنة أو 25 سنة كان كل هم الإسماعيلية أو اللي بيتصدر للإسماعيلي من الإعلام الزملكاوي إن الأهلي بس بيفضل الإسماعيلي، والأهلي مش عايز الإسماعيلي. ودايما كان في مشاكل كتيرة بين جماهير الأهلي والإسماعيلي، مع إنه على العكس أصلا. يعني الأهلي كان بيشتري معظم اللعيبة، أصلا ما كانش بيشتريها من الإسماعيلي. دي كانت اللعيبة أصلا بتطلع من الإسماعيلي وتروح أندية تاني والأهلي بيشتريها. مش مهم المشكلة، مش مهم الموضوع ده. المهم أصلا يعني آخر 10 سنين تقريبا من 2016 و 2015 الأهلي ما خدش ولا لاعب من الإسماعيلي إلا من سنتين بس، اللي هو أو 3 سنين لعمر الساعي. وكل لعيبته أصلا الإسماعيلي كانت بتروح أصلا الزمالك وبتروح بيراميدز. إيه موقف الإسماعيلي بقى؟ الإسماعيلي هبط أهو. هل ده كان بسبب الأهلي؟ ولا كل سنة يقولك ليه الأهلي ما بيلعبش في الإسماعيلي؟ تقريبا هي المباراة دي، يعني لو كان الأهلي لعب في الإسماعيلي كان الإسماعيلي هينافس على الدوري. وعادي جماهير الإسماعيلي مصدقة بتاع الإعلام الزملكاوي وماشيين وراهم. وكانت أول قضية أصلا إيقاف كده للإسماعيلي كانت لاعب إبراهيم حسن اللي هو الزمالك أصلا اشتراه من الإسماعيلي ولعب في العقد بتاعه. وفي الآخر الإسماعيلي حصل له إيقاف قيد. وبعد كده توالت القضايا بقى. ايه اللي استفدتوه يعني في الآخر بقى، بعد ان انتوا مشيتوا ورا الإعلام الزملكاوي المضلل؟ هل انصلح حل الإسماعيلي؟ عايزين الأهلي يرجع يلعب في الإسماعيلية؟ هتفوقوا امتى بقى من الحوار ده، بعد ما كنتوا بتفرحوا أصلا في أي هزيمة للأهلي وماشيين ورا بتوع الزمالك على طول؟